احنا بنقولها من دلوقتي يا جماعه وتحدي، والموسم لسه ما خلصش، ان السيتي هو بطل الموسم الحالي. السيتي هو اللي هيتوج باللقب الثالث على التوالي. السيتي هو اللي ضعف المنافسه على البطوله. طبيعي في منافسين بيدخلوا للمنافسه على اللقب، بس للاسف بتلاقي ان السيتي هو اللي بيتوج باللقب، وهو اللي معاه جهاز فني واعي وجهاز فني على مستوى عالي، هو اللي له نفس طويل ان يكمل بنفس المستوى، وفي نهايه الموسم بيتوج باللقب. السيتي خلال الخمس مواسم اللي فاتت مفيش الا موسم واحد بس عدى منه، والموسم ده كان بعيد عن المنافسه، بمعنى ان السيتي طالما دخل في المنافسه الحقيقيه على اللقب هو اللي في نهاية الموسم بتلاقيه بيفوز باللقب وبتلاقيه بيتوج باللقب. وانا واحد من الناس مش عايز ان السيتي هو اللي يتوج باللقب، عشان عايزين اي نادي هو اللي يوقف هيمنة السيتي ايا كان النادي ده، سواء بنشجعه او ما بنشجعهوش. احنا عايزين اي نادي يوقف هيمنة السيتي بالشكل ده. السيتي هيضعف المنافسة على البطولة. طبيعي في منافسين بيدخلوا مع السيتي، بس للأسف في نهاية الموسم بتلاقي ان السيتي هو اللي بيتوج باللقب. السيتي هو اللي له نفس طويل، السيتي هو اللي معاه قيادة فنية على مستوى عالي جدا. السيتي ممكن بيبدأ الموسم بداية مش مثالية، بس في نهاية الموسم بتلاقيه هو اللي عوض وبتلاقيه هو اللي بيتوج باللقب. السيتي عامل زي الأهلي عندنا، طالما دخل المنافسة الحقيقية على اللقب بتلاقيه هو اللي بيتوج بالبطولة. احنا عايزين اي نادي هو اللي يوقف هيمنة السيتي، بس مين النادي بقى ده اللي هيوقف هيمنة السيتي؟ انا اعتقد تشيلسي السنة الجاية هو اللي هيوقف هيمنة السيتي.